بعدما نال 9 الكبار في أوروبا حصتهم من كعكة حضور مونديال البرازيل، اضطر آخرون لخوض الملحق من أجل الالتحاق بمن سبقوا. 8 منتخبات أوروبية لم تفلح في حجز مقعدها المباشر في رحلة ريو دي جانيرو، ما اضطرهم للانتظار في إحدى قاعات مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية للتعرف على ركاب الرحلات المقبلة. وهل سيكون مدرج الهبوط آمنا لبعضها أم أن مطبات المنتخبات الراغبة في الوصول للبرازيل ستكون عصية على البعض؟ البرتغال ربما كانت الأقل حظا في عملية تحريك كريات القرعة، حيث ستنطلق رحلتها عبر مملكة السويد وسلطانها الأبرز زلاتان. ثنائية كريستيانو وإبراهيموفيتش ستكون البهار الذي سيضفي على طبق اللقاء نكهة خاصة. المباراة ستشهد ندية كبيرة، والمواجهة ستكون ضد منتخب لديه مرجعية كبيرة في كرة القدم كإبراهيموفيتش وآخرين، فالسويد منتخب قوي، لكن نحن لدينا أيضا فريق قوي ونؤمن بحظوظنا بالتواجد في المونديال. نحن منتخب معتاد على التواجد في مثل هذه المناسبات الكروية الدولية. أما الديك الفرنسي الذي تمنى قائده ألا يواجه برازيل أوروبا، فقد هبت رياحه بما اشتهته رغبة ديشان، حيث سيلاقي أوكرانيا. ديوك فرنسا يدركون أكثر من أي وقت مضى أن رحلة البرازيل لن تكون تذاكرها بالمجان، فحاصلة الأوكران في التصفيات كانت أفضل من فرنسا. بما أننا لم نكن من المصنفين الأوائل مثل البرتغال وكرواتيا، باعتبارهما دولتان كبيرتان ولهما باع كبير في كرة القدم، لن تكون مهمتنا سهلة أمام المنتخب الأوكراني الذي يبقى سجله مذهلا ب7 مباريات من دون هزيمة. أما اليونان المفلسة فقد تستدعي حكمة سقراط أو منطق أرسطو في مواجهة الرومان. رومانيا التي يبقى ظهورها في المونديال أكثر من اليونان بكثير. آخر مواجهة الرحلة البرازيلية أسفرت عن لقاء أيسلندا بكرواتيا. أيسلندا التي لم تطأ أقدامها أرض كأس العالم من قبل ربما تراهن على بركانها كي تحجب الرؤية عن مهاجمي الكروات. كرواتيا التي تأمل في العودة إلى أجواء كأس العالم قد لا تعير كثير اهتمام لجبال أيسلندا الجليدية، وقد تذيبها بحرارة الرغبة في ظهور رابع في المونديال.